فيلمنا النهاردة بيبدأ بقصة حقيقية وبنتكلم فيها انهم حولوا واحد صيني لجثة، وبعد كده حنطوه وحطوه في متحف تايلاندي 60 سنة وكان اسمه زيوي. وده كان اسمه منتشر عندهم يمكن عشان احنا ما نعرفوش، بس كان معروف جدا عندهم في تايلاندا. وزيوي ده كان بيخوفوا بيه الأطفال هناك لما ما يرضوش ياكلوا مثلا أو ما يعملوش حاجة. وكان زيوي ده اسمه الحقيقي وانغ، وكله كان عارف ان افلام شيا وكاي سبب في ان سمعته تبقى وحشة كده، لانه كان بيصور لهم الجرائم الارهابية اللي كان بيعملها، زي مثلا في سنة 1940 و1950 كان بيصور لهم ان كان بيوقف الاطفال وياكل قلوبهم، وكان عنده الربو وكان تعبان منه جدا. وفي يوم دخلت الصين في حرب اهلية مع اليابان وما تبقاش منهم غير الايتام والارامل. كان في يوم اخد امه وسافر تايلاندا، وقتها اديته خنجر قالت له يحمي نفسه بيه. ولما راحوا تايلاندا راح لعمه عشان يشوف له شغلة عشان يجيب فلوس يعيش منها هو وامه بعد ما قال لها انه لازم يبقى شخص مختلف وراح يشتغل، بس حراس الامن ما كانوش يعرفوا صيني فكتبوا اسمه زيوي. وبعد كده ما عرفش يدفع الرسوم الجمركية، كانوا 10 يوان، وما انه ما كانش بيشتغل في بلده فكان في تمييز اكيد ضد الموظفين في الشغل، فجرح راسه جرح صغير. ولما الدم نزل على وشه خدوه حطوه في اوضه ضلمه جدا كان فيها كتير من الصينيين وما قعدوش كتير، وكان معظم الناس قرايبهم او اصحابهم بيجوا ياخدوهم، وما فضلش غيره. عمه جه عشان ياخده وراحوا للحي الصيني، وده حي حيوي جدا وعرفوا على الشغل. وفعلا اشتغل يا صديقي، وعلشان هو جديد في الشغل فالكل بيحط عليه وبيعاملوه معاملة وحشة جدا. ولما قعد معهم عشان ياكل ما كانوش عايزينه ياكل، حتى الأطفال كانوا بيعذبوه، لحد ما جت المسؤولة عن الشغل وشافته ماسك السكينة للأطفال وضربته على دماغه ووقع واغمى عليه ساعتها. وبنيجي هنا بالله بيراقب واحدة وهي بتحط الفلوس في الدرج وبيستنى لما تمشي، وبيجيب سكينة وبيفتح بيها الدرج علشان يسرق الفلوس. وفعلا خد الفلوس وهرب. وبنروح وهو في الشغل والكل عمال يعذبه معاه، وبيروح ينام بعد ما خلص شغل. وبتيجي طفلة صغيرة بتصحيه من النوم بوردة وبتديها له وبتقعد تلعب معاه، وهو كل اللي عليه انه يبتسم لها وبس، وبيكون عايز يكمل نوم، بس الطفلة مش بتسيبه في حاله. وبيجي في اليوم اللي بعده بنلاقي تعب خالص وراح علشان ياخد اجازة ويمشي. وهو ماشي اصحابه اللي معاه في الشغل بيفضلوا يتريقوا عليه وبيرموا الحاجة اللي معاه على الارض، وهو بيفضل يعيط عليها. وبتكون رايحة له الطفلة علشان تلعب معاه، فبيكون بيحلم بحلم وحش جدا، كابوس بمعنى اصح، وبيمسكها وبيخنقها لانه بيفتكرها في الحلم. وبعدين بنلاقي ان الطفلة ماتت، وبيصحى من النوم بيتفاجئ بيها لانها ماتت، وهو ما كانش يعرف انها موجودة اصلا. وبيفضل يعيط ويصوت علشان الطفلة ماتت وهو كان بيحبها جدا. الناس الجيران لما بيسمعوه بيدخلوا وبياخدوا الطفلة ويودوها لأهلها، وأهلها بيتصدموا لما بيعرفوا بخبر موت بنتهم الطفلة. والشرطة بتيجي تحقق في الموضوع وما بيتلاقيش أي دليل، وبيكون الشاب ده في الشغل وبيكون في بنت بتكرش عليه، وبيمشي وبتمشي وراه وبتدخل عليه البيت بتلاقي قاعد بيعيط في جنب، والبنت بتمسك السكينة بيحسبها هتقتله ولكنها بتكون عايزة تساعده وهو ما بيرضاش، وبتسيب له فلوس من معاها وبتمشي. لما واقف زيو بين الخضروات والمطر بينزل ينهار في العياط بشكل هستيري، وفجأة بدأ يرجع دم لأنه كان مريض بس ما كانش معاه فلوس يروح للدكتور يتعالج. فافتكر وصفة القلب والرئة اللي كانت أمه بتعملها له وهو صغير، وهي كانت بتجيب الدم وتعمله له على النار وتديهوله يشربه. فيقرر زيو إنه يعمل كده تاني وياخد قلب أي طفل ويشرب دمه، وكأنها الطريقة الوحيدة اللي هتشفيه من مرضه وهتخليه يعيش. فاستنى بالليل وراح لمعرض المعبد وخطف بنت من هناك وهي واقفة مش واخدة بالها، وحاولت إنها تجري منه بس حط إيده على بقها لحد ما أغمى عليها، وراح بيها في مكان مفيش فيه حد وقتلها. وتاني يوم الشرطة لقت الجثة ودفنوها، وبعدها رجع تاني لبيته اللي قاعد فيه وقعد يصلي بإيده وهي كلها دم. وبعدها قعد يشرب الوصفة اللي عملها دي، وكان طعمها وريحتها وحشين جدا لدرجة انه كان هيرجع منها،
بس كان مضطر انه يشربها عشان ينقذ نفسه، وتحول بعدها من واحد ضعيف لشيطان. وبدأ بعدها يروح معرض المعبد كتير ويظهر فيها زي الشبح، وما عادش بيبقى متردد زي الأول. ونجح في انه يخطف بنت صغيرة تانية وطلع بيها لفوق المعبد، وقعدت تصرخ منه. وفي راهب صغير سمعها فراح على الصوت، ووقعت من زيو السكينة، فاتصل الراهب الصغير بالشرطة، والناس اتلمت حواليهم، وفي ناس منهم اتعرفت على السكينة. وفي الوقت ده كان زيو قاعد على صخرة وسمع صوت أطفال، وبعدها شاف طيارة ورق في السماء، ووقتها افتكر نفسه وهو صغير لما كان بيلعب بالطيارة زيهم. وبعدها بدأ زيو يأذي أي طفل في أي مكان، وبدأت حالة من الرعب تنتشر بين الناس، ومنعوا عيالهم يخرجوا يلعبوا. وبعد ناس كتير شهدت بأن زيو هو السبب في اللي بيحصل ده، بعد ما رسموا صورته عن طريق المواصفات اللي قالوها، فقررت الشرطة تبعت كل موظفينها عشان يعتقلوه. فجاب زيو الخشب وولعه في الغابة، والشرطة دخلت الغابة ولقته وجريوا وراه وقبضوا عليه، وقاموا رابطينه في خشبة وضربين عليه نار. وبنشوف المجرم وهو في السجن وقاعد معاه ظابط وبيفهموا على أمور السجن وإزاي يعرف يعيش هنا. وهنا بنلاقيه في المحكمة عشان يتحكم عليه بقرار نهائي، وبنيجي للآخر وبيفتكر كل اللي عمله في حياته. وبس كده فيلمنا خلص النهاردة، وأتمنى إن هو يكون عجبك.